بقول الله ودود، يعني محب لكم عطوف. ولذلك في الحديث القدسي الذي جعل الله فيه منهج عباده المؤمنين يقول الله عز وجل: يا ابن آدم لا تخافن من. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا مساء الفل، يا مساء الهنا، يا مساء السعادة على قلوبكم جميعا يا حبايب قلبي. النهارده جايه لكم بروتين جامد جدا جدا، يا رب يعجبكم. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا بقى يا حبايب قلبي جايه لكم بروتين جامد جدا 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 جدا. روتين مسائي بقى كده يا حبايب قلبي. وطبعا كنت مشغله الغساله، وقلت طبعا بقى ايه اطلع الهدوم كده اللي في الغساله، وقلت بقى ايه انشرها كده ونحضر طبعا يا حبايب قلبي العشاء مع بعض كده. طبعا هو كان غدا، بس بصراحه تقلب لي عشاء. والله يا بنات تقلب لي العشاء. فالمهم يا حبايبي قلت لا، لازم بقى ايه اعمل الفيديو ده مع احبابي واخواتي وكل حبايبي. تمام؟ قولوا تمام، يبقى تمام ان شاء الله. يا احلى اخوات في الدنيا. شايفين بقى؟ شايفين بالليل كنا بالليل يا حبايب قلبي، كنا بالليل. المهم بقى ايه هتعملي ايه عشان النهارده بقى يا ام محمد؟ هتشوفوا في الفيديو يا حبايبي، عشان ما احرقلكوش الفيديو. هتشوفوا واكيد برضو انتوا شفتوا في الفيديو في الاول. قلت بقى ايه النهارده قعدت محتاره. يا ام محمد هتعملي عشاء ايه؟ يا ام محمد هتعملي عشاء ايه؟ المهم يا حبيبي بقى الولاد كانوا في الدروس، وطبعا كنت انا بقى اتاخرت شويه في موضوع الغدا، فقلنا خلاص بقى نخليها عشاء. اجوا بقى بالسلامه. عملت بقى ايه شويه كبده. بصوا بيضربوا نار، والله العظيم شويه كبده زي العسل. هنخلص بقى النشير بتاعنا. هما كانوا شويه هدوم صغيرين كده، مماش كتار طبعا. فايه هنخلصهم بقى كده وندخل طبعا بقى ايه على المطبخ. كان عندي طبقين كده برضو غسلتهم. قلنا برضو كده نروق الدنيا برضو كده ونخليها فله كده شمعة منورة كده. وأم حبايبي بقى ايه بعد ما انا خلصت الحتة كده المطبخ كده وروقته وخليته فله طبعا، وخلصت طبعا ايه النشور يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده. يلا بقى ايه ينزلوا على اللايك بتاعكم الجميل والاشتراك في القناة فضلا منكم وليس امر يا اخواتي. ويلا بينا على المطبخ. طبعا انا ما سرعتلكوش الفيديو يا حبايب قلبي، قلت اعمله لكم كده بالراحة وما سرعتلكوش الفيديو، عشان برضو ايه تعرفوا طبعا انا بعمل ايه. كان عندي برضو الطبقين بقى اللي في الحوض دول. خلصت طبعا النشير وخلصت بقى شويه الهدوم اللي كانوا معايا. وقلت بقى ايه اغسل شويه الاطباق دولت مطرح الولاد بقى كانوا جايبين اللي هو الاندومي ده. طبعا والله بقعد اقول لهم كتير بلاش الاندومي ده يا حبايبي، بلاش الاندومي ده. بس الولاد ما بنقدرش عليهم يا حبايبي، بجد ما بنقدرش عليهم. بس ربنا بقى ايه يسترها معاهم يا رب. وكان بقى ايه كوبايتين كده حبيبي مطرح الشاي برضو، وشوية حاجات كده مطرح الولاد. غسلتهم بقى طبعا كده وخلتهم يا حبايبي بيبرقوا. بيبرقوا والله العظيم بيبرقوا. المهم يا ولاد بعد ما انا بقى ما خلصت دخلت بقى على تجهيز الايه، تجهيز العشاء. طيب المهم بقى ايه في حيرة كل ست مصرية، كل يوم هتطبخي ايه؟ كل يوم نقعد نقول هنطبخ ايه؟ هنطبخ ايه يا ولاد؟ اسال الولاد هتطبخي ايه؟ هنطبخ ايه يا ولاد النهارده؟ اعملي يا ماما اللي تعمليه. طيب نسال الحكومه بتاعتنا اللي هو الراجل بتاعنا، نسال الحكومه يقول لك برضو اعملي اللي تعمليه. قلت لا. ايه بقى كانت رايحه الدرس، قلت لها يا بنتي يا ايه؟ قالت نعم يا ماما. قلت لها يا حبيبه قلبي هاتي لي كبده بقى وانت جايه عشان ايه اعملها لكم. فضلت يا حبايب قلبي اتأخرت اللي أخرني بقى في الغدا. فضلت مستنية آية لما خلصت دروس. تمام. أنا فكرت بقى إن هي هتيجي بدري، فلقيتها بتقول يا ماما ده أنا هطلع من الدرس 7:30. المهم على ما إجت بقى يا حبايبي قلت لا يلا بقى نعمله عشاء بقى. أكلنا بقى كده إيه سندوتشات كده الموجود عندي في البيت، وقلنا بقى نخلي الكبدة إيه نخليها عشاء. يلا يا اخواتي حطوا اللايك الجميل بتاعكم والاشتراك في القناة فضلا وليس امر يا اخواتي. وبالله عليكم كومنتات بتاعتكم وتشاهدوا الفيديو. عايزاكم تشيروا لي الفيديو ده يا حبايبي، شاركوه مع اخواتكم مع اصحابكم مع حبايبكم. بالله عليكم لو بتحبون عشان قناتي كده تكبر بكم يا احلى اخوات في الدنيا واحلى بنات في الدنيا.
وبشكر كل حبايبي بيكتبوا لي في الكومنتات، ام اسماء وسهى وكل حبايبي اللي موجودين معايا. بشكركم جدا جدا يا حبايب قلبي على كومنتاتكم الجميله اللي بتشجعني وبتقويني، وان شاء الله هنعمل روتينات جميله وتبقى حاجات حلوه باذن الله مع بعض ان شاء الله. الايام الجايه باذن الله تعالى، الايام الجايه هنعمل ايه؟ روتينات مع بعض يا اخواتي. المهم بقى يا حبايب قلبي ايه، خلصنا بقى كده ايه شويه الاطباق، ما كانش فاضل بقى معايا الحله والمقلايه دي يا حبايبي. المهم يا ولاد بقى ايه، ما كانش معايا بقى الا الحله زي ما انتم شايفين يا حبايبي، والمقليه دي طبعا بقى كان جالي اتصال، معلش يا حبايبي عشان كده وقفت التسجيل، فجالي اتصال في ايه رديت عليه ورجعت لكم تاني. المهم بقى يا حبايبي ايه، خلصت بقى الحله دي كده والمقليه دي غسلتها، وايه هنخش طبعا على نظام العشاء. المهم بقى يا ولاد بعد ما خلصنا طبعا جبت بقى ايه الكبده، طبعا قطعتها مكعبات، وهنقطعها بقى طبعا كده مكعبات يا حبايبي. عايزاكم بقى يا ولاد ايه، بالله عليكم بالله عليكم تشاهدوا الفيديو للنهايه، لان الفيديوهات بتاعتي كلها واقعه. كل الفيديوهات يا حبايب قلب الله اللي منزلها مفيش عليها مشاهدات خالص، وبجد انا زعلانه منكم جدا، بجد زعلانه منكم جدا. فبالله عليكم تشاهدوا الفيديو للاخر، وتضغطوا بقى ايه على زر الجرس يا حبايبي عشان يوصل لكم مني كل جديد ان شاء الله. هنخلص بقى يا ولاد، وبعد ما نخلص بقى ايه، بعد ما نخلص يا حبايب قلبي هنروح فين؟ المهم يا ولاد بقى ايه، خلصت طبعا الحوض كده وروقت وخليته فله. هنجيب بقى يا حبايب قلب الكبده بتاعتنا. طبعا بقى كانت ايه اجت من الدرس وجابت لي الكبده، قلت بقى ايه اقطعها كده واعملها معاكم. طبعا ده كيلو كبده. المهم ايه، مش مجمده يا حبايبي، يعني جبنه كده بجيبها من ايه، من واحد جنبنا كده عارفاه، فبجيب منه الايه الكبده دي. شايفين الكبده يا ولاد ما شاء الله. عايزاكم بقى تجربوا الطريقه بتاعتي ديت وتقولوا لي ايه رايكم. هنجيب بقى الكبده بقى ايه ونقطعها كده يا حبايبي. طبعا هتقولوا لي يا ام محمد ما جبتيش اللي هي اسمها ايه يا ولاد، والله ما عارفه مش فاكره اسمها، المهم مش موجوده عندي يا ولاد. جبت بقى طبعا ايه الجيش قالك ايه اتصرف، جبت طبعا الصينيه دي كده وايه وقلت اقطع طبعا عليها قطع ايه مكعبات صغيره. بعد بقى يا حبايب قلبي ما اقطعها قطع مكعبات صغيره، هنمسكها طبعا بقى ايه نغسلها كده ونحش الزفاره طبعا منها، لان بتبقى يعني فيها ايه ريحه زفاره كده، فهنشيل بقى طبعا منها الزفاره وهنغسلها يا حبايب قلبي ايه بالليمون. في طبعا ناس انا بسمع ان في ناس بتغسلها باللبن، بس والله انا ما جربتش الطريقه دي، وكمان ما كانش موجود عندي لبن، فقلت اغسلها طبعا بالليمون كده واخليها ايه. الليمون طبعا بيحوش اي زفاره، يعني الليمون بيحوش اي زفاره، اي زفاره بالذات في الحاجات دي. قطعتها زي ما انتم شايفين اهو، نحط على بقى ايه نغسلها غسيل حلو، ونحط عليها طبعا الميه ونعصر بقى ايه الليمون، ونحطها يا حبايب قلبي كده ايه على جنب. قلت طبعا كده اصفيها بالمصفى دي. بعد ما صفيتها بقى كده ايه رجعت طبعا حطيتها في البوله تاني، واحط لها ميه جديده كده واعصر عليها الليمون واسيبها على جنب. جبت بقى طبعا ليمونتين اهو، هقطعهم بقى واعصرهم ايه على الكبده. بعد يا حبايب قلبي معصورهم بقى كده عليها، هسيبها بقى على جنب واجيب الحاجه طبعا بتاعتي. هجيب ايه بقى، هجيب فلفل اخضر، هجيب بصل، هجيب الطماطم، وطبعا نقطعهم برضو مكعبات زي الكبده كده. جبت كده حوالي 4 بصلات كده او 5 بصلات. لو البصلايه كبيره يبقى 4 بصلات، لو البصل صغير يبقى 5 6، لان الكبده طبعا بتحب البصل. كتر البصل في الكبده بيسكرها، بيخليها كده يعني ايه لها طعم يعني تحس ان فيها حاجه مسكره كده. تمام.
هنمسك بقى البصل كده ننضفه. وجبت طبعا الكبة يا حبايبي، قلت بقى بدل ما مثلا اقطعه على ايدي ويقعد بقى يعمل عينيا وكده. كانت في حبيبة قلبي ام اسماء كانت بتقولي عندنا في السودان لما البصل يعمل عينك حطي حبة سكر على لسانك. يعني ايه حط حبة سكر ده يحوش الايه العين. وبرضه ميرو حبيبة قلبي ميار برضه قالت لي على حاجة برضه. بس والله ماني فاكرة يا ولاد، مش عارفة كانت بتقولي برضه على حاجة تانية يعني. المهم يا ولاد، قلت بدل ما بقى ما يحصل لي ده كله هجيب الكبة بتاعتي وامسك البصل طبعا اقطعه كده واحطه فيها وافرمه. مش فرم مش افرمه بقى ناعم، لا افرمه فرم خشن شويه، يعني ما يكونش يا حبايب قلبي ناعم قوي. اقطعه كده تقطيع عشوائي كده، اي تقطيع، واقطعه طبعا وافرمه طبعا في الكب. ده بقى بعد ما انا فرمته يا حبايبي، فرمته بقى فرم كده خشن كده. هنجيب بقى الفلفل الاخضر بتاعنا ونجيب البوله ونمسك بقى طبعا الفلفل كده نغسله غسله حلوه كده، ونمسكه برضو نقطعه مكعبات. بعد بقى يا ولاد ما نقطعه مكعبات، نجيب بقى الطماطم بتاعتنا برضو ونقطعها مكعبات. طبعا غسلناه غسيل حلو كده الفلفل، ونمسكه بقى نقطعه. يلا يا حبايب قلبي انزلوا في الكومنتات صلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عايزاكم الكومنتات بتاعتكم الحلوه واللايك بتاعكم الجميل والاشتراك في القناه فضلا منكم وليس امر. وبشكر كل حد دخل عندي في قناتي. طبعا كده يعني بشكركم جدا جدا، وطبعا وجودكم دايما على راسي والله. وحبايبي الموجودين معايا في القناة برضو بشكرهم جدا جدا. ويعني والله بجد الواحد يتعرف على اخوات زي الفل، اقسم بالله اخوات زي الفل. فربنا كده يديمكم نعمة كده في حياتي يا رب، وعيلتي تكبر بكم كده بإذن الله، ان شاء الله نكونوا عيلة كبيرة بإذن الله مع بعض. وعايزاكم تشاهدوا الفيديو للاخر يا حبايبي، بالله عليكم تشاهدوا الفيديو للاخر. المهم يا حبايب قلبي قطعت طبعا كده الطماطم برضو، ما رضيتش اقطعها معاكم عشان ما اطولش عليك الفيديو. قطعت طبعا طماطم مكعبات كده ومع الفلفل، وقلت بقى نحط الفلافل بتاعتنا كده على الطماطم والفلفل، ونحط الملح بتاعنا. حطيت توابل يا ام محمد، حطيت توابل 7 بهارات، فلفل اسود، كمون، كزبره، اللهم صل على النبي، والملح بتاعنا حبايب. جبت طبعا كده مقلايه كده او طاسه عندك وتحطي فيها الزيت، ولازم الزيت يكون سخن، لازم يا حبايبي الزيت يكون سخن. تسمعي الطشه كده وانت بتنزلي الكبده. طبعا في ناس بتنزل البصل الاول في الزيت، لا انا بنزل الكبده اول وبديها صدمه كده في الزيت، وبعد ما بتتلوح معايا ويبقى خلاص بقى لونها يتغير، بقوم رايحه نازله بالبصل. انزل طبعا كده بالبصل، شايفين بقى ما شاء الله ما نزلتش معايا ميه ولا اي حاجه. طبعا دي الدهون اللي في الكبده. حطيت بقى طبعا كده البصل المفروم اللي انا فرماه في الكبه يعني حطيته ده طبعا كده على الكبده، وامسكها طبعا كده اقلبها في بعضها، واسيبها برضو ارجع تاني اغطيها عشان الكبده تشرب من البصل، لان البصل طبعا بينزل ميه، فطبعا الكبده هتشرب الصوص بتاع البصل. المهم بعدين يا حبايب قلبي شايفين بقى الالوان، الله الله اديله ادي حاجات. بصوا شوف شايفين ما شاء الله، شايفين يا ولاد المنظر ما شاء الله. المهم يا حبايب قلبي قلبتها كده في بعضها واسيبها بعد ما تستوي. دي يا حبايب قلبي منظرها بعد ما استوت. وده بقى يا بنات كان الفيديو بتاعنا، يا رب يعجبكم، وده كان العشاء بتاعنا، يا رب يعجبكم يا حبايب قلبي. يلا ما تنسوش اللايكات الجميله بتاعتكم بالله عليكم، والاشتراك في القناه فضلا منكم وليس امر، ومع الف 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 سلام.